بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في حل محافظة الشرقية في الهندسة 2020 مع السؤال الأول. السؤال الأول هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة في المثلث أ ب ج إذا كان قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة. معنى كده إن المثلث ده مثلث قائم الزاوية في ب، فإن جا أ زائد جتا ج، ومديني اختيارات 2 جا أ، 2 جتا أ، 2 جتا ج، ظا ألف. سيبك من الاختيارات وخليك معايا كده. دلوقتي يا ولاد هو بيقول لي إن المثلث ده طبعا قائم الزاوية. المثلث ده قائم الزاوية. تعالى كده يا ولاد مع بعض نرسم المثلث. أده اهو مثلث قائم الزاوية في ب، أدي أ ب ج قائم في ب. المثلث يا ولاد لما يكون عندي مثلث قائم الزاوية في ب، معنى كده ان قياس زاوية الالف وقياس زاوية الجيم هما الاتنين برضو ب90 درجة، لان مجموع زوايا المثلث ب 180 درجة، فمنهم زاوية ب ب90 يبقى الالف والجيم ب90 درجة. يعني معنى كده ان قياس زاوية الالف زائد قياس زاوية الجيم بيساوي 90 درجة. تمام كده. ومعنى ان الالف والجيم ب90 يعني الجاء ألف يساوي جتا جيم، جاء ألف بيساوي جتا جيم. طيب هو بيقول لي هنا عايز مني جاء ألف زائد جتا جيم، عايز مني جاء ألف زائد جتا جيم. المسألة دي يا ولاد لها حلين وأنا هفهمك الحلين، بس نركز مع بعض هنا. أول حاجة يا ولاد الجاء ألف هثبتها، هتبقى جاء ألف زي ما هي، زائد هشيل جتا جيم واحط مكانها جاء ألف. ليه؟ ما هي جاء ألف بيساوي جتا جيم، فأنا ثبتت الجاء ألف. تمام. وهشيل الجتا جيم واحط مكانها جاء ألف، فهيبقى الناتج 2 جاء ألف. طيب هنا بقى هثبت الجتا جيم، هثبت الجتا جيم. تمام. وهشيل الجاء ألف واحط مكانها جتا جيم، جتا جيم. يبقى هنا 2 جتا جيم. يبقى انا دلوقتي قدامي حلين، المسألة دي ليها حلين. تمام. ومش عايز منك خطواتهم، هما معروفة المسألة دي يا ولاد، لا إما 2 جا ألف لا إما 2 جتا جيم. تعال نشوف في الاختيارات موجود 2 جا ألف ولا 2 جتا جيم. طبعا هنا 2 جتا جيم. طب ولو ما ادانيش 2 جتا جيم واداني 2 جا ألف يبقى اختار 2 جا ألف. وده يا ولاد تفسير السؤال بالمفهوم الصحيح أو بالخطوات. تمام كده. طيب ننتقل إلى الفقرة الثانية يا ولاد. بيقول لي هنا إذا كان جاء 2 س يساوي نص، حيث 2 س قياس زاوية حادة فإن س، ومديني اختيارات. سيبك من السين، أداري السين كده يا ولاد وأقول جاء إيه اللي بنص؟ إيه الزاوية اللي الجا بتاعها بنص؟ طبعا جاء 30. افرض أنا ما عرفتش أقول شيفت ساين، لأن دي يا ولاد طبعا جاء، فأنا هقول كده شيفت ساين نص، فهيديني يا ولاد 30 درجة. معنى كده يا ولاد ان هساوي ال 2 س ديت اللي طلعت ب 30، يعني اقول كده 2 س بيساوي 30. معنى كده ان السين بكام يا ولاد؟ طبعا هنا هقسم ال 30 على الاثنين فيها 15، كده السينايه دي طلعت ب 15. تمام. السين طلعت بكام؟ طلعت ب 15. يبقى يا ولاد اختار الاجابه رقم الف. الفقرة رقم 3 يا ولاد بيقول لي هنا إذا كان ألف واو بيساوي 8 وحدات وب واو بيساوي 6 وحدات طول، فإن معادلة المستقيم، ومديني اختيارات. طب تعال نبص على الشكل كده مع بعض يا ولاد. هو بيقول لي هنا الألف واو ب8، فين الألف واو؟ أدي الألف واو يا ولاد، الألف واو ده ب8 وحدات، طوله ب8 وحدات. طب أنا أفهم من كده إيه؟ أفهم من كده إن نقطة الألف دي يا ولاد بكم وكام؟ طب ما هي الألف دي مش بتقع على محور الصادات، يبقى سيناتها بصفر، يعني دي كده 0 و8. تمام كده؟ طيب وبيقول لي كمان يا ولاد هنا إن الب واو ديت كلها دي كده ب6 وحدات، دي كده ب6. معنى كده أقدر أجيب نقطة الب. ما هي ب برضو بتقع على محور السينات، يبقى الصادات بصفر وسيناتها ب6. كده أنا عندي نقطة ألف ب0 و8، عندي نقطة ب ب6 و0.
تمام كده. هو عايز يا ولاد معادلة المستقيم أ ب. طب أنا لما باجي بجيب المعادلة يا ولاد، مش أهم حاجة إن أنا أول حاجة بجيب الميل وطول الجزء المقطوع؟ طب يبقى أنا عشان أجيب المعادلة لازم لي حاجتين، لأن المعادلة يا ولاد بتقول إيه؟ المعادلة بتقول ص يساوي م س زائد ج. أنا لا، الميم اللي هو الميل، تمام، والجيم اللي هو طول الجزء المقطوع. طول الجزء المقطوع هنا يا ولاد طبعا من محور الصادات طبعا هنا معروف ب8. يبقى انا دلوقتي عايز اجيب الميل، وهنا الميل يا ولاد اجيبه ازاي؟ ما خلاص انا عندي نقطة أ وعندي نقطة ب، من خلال النقطتين دول يا ولاد اقدر اجيب الميل. فرق الصادات على فرق السينات، يعني اقول 0 - 8 على 6 - 0. 6 - 0. 0 - 8 يديني -8، و6 - 0 يديني 6. مع التبسيط هيديني 8 على 2 فيها ال4، و6 على 2 فيها ال3. تمام كده. يبقى يا ولاد كده أنا لما أجي أكتب المعادلة هتبقى كده، هشيل الميل وحط مكانها -4 على 3 س زائد الجيم يا ولاد. طبعا خلاص انا قلت لكم ان معروف الجيم اللي هو طول الجزء ده بكام يا ولاد؟ ب8. يبقى -4 على 3 س زائد 8. يبقى الاختيار رقم فين هنا في الاختيارات؟ -4 على 3 زائد 8 اهو، -4 على 3 س زائد 8. يبقى الاختيار رقم د. تمام كده. طيب ندخل بعد كده يا ولاد على الفقرة رقم 4. بيقول لي هنا المسافة العمودية بين النقطة 3 و-4 ومحور السينات. تمام. هنا يا ولاد صيغة السؤال ده ليها صيغتين، لا إما يقول لي المسافة العمودية بين النقطة ومحور السينات، لا إما يقول لي بعد النقطة دي عن محور السينات. هما الاتنين لهم نفس المعنى. سواء قال لي المسافة العمودية بين النقطة دي ومحور السينات فأنا بجيب القيمة المطلقة للصاد. تمام، القيمة المطلقة للصاد. طب ايه القيمة المطلقة للصاد؟ طبعا 4. يبقى اختار الاختيار رقم اخر اختيار اللي هو د. تمام. طيب الفقرة رقم 5 يا ولاد بيقول لي هنا في المربع س ص ع ل. يعني انا هنا عندي مربع، والمربع اسمه س ص ع ل. تعالى كده ارسم له مربع. ادي اهو يا ولاد المربع اسمه س ص ع ل. فبيقول لي يا ولاد إذا كان ميل المستقيم س ع بيساوي 1. فين س ع؟ أهو ده ميل ده بيساوي 1. عايز ميل ص ل. طب يا ولاد هو مش القطرين متعامدين في المربع؟ طب ما انا جبت، هو مديني ميل الاول، يبقى ميل التاني اعمل ايه يا ولاد؟ اقلب واغير الاشاره. يعني الواحد ده لما اقلبه برضه هيبقى على 1، واغير الاشاره هيبقى -1. لان يا ولاد في الميل لما اجي اجيب العمودي بقلب واغير الاشاره هيبقى -1. يبقى اختار الاختيار رقم ب. تمام، -1. اخر فقره يا ولاد في السؤال الأول بيقول لي هنا أ ب ج مثلث قائم الزاوية ب. أ ب ج مثلث قائم الزاوية ب، حيث 3 أ ج يساوي 5 ب ج، فإن ظ أ. ومديني اختيارات. واحدة واحدة كده يا ولاد، تعال نشتغل مع بعض على المثلث القائم الزاوية. هو يا ولاد طبعا بيقول لي هنا مثلث قائم. أده هو مثلث قائم يا ولاد، عشان بس واحنا وشغالين نعرف بنشتغل ازاي. بيقول لي أ ب ج قائم الزاوية ب. يبقى هنا ادي أ وادي ب وادي ج قائم الزاوية في ب. تمام. وبيقول لي يا ولاد 3 أ ج، ادي المعلومة اللي مدهاني. بيقول لي 3 أ ج بيساوي 5 ب ج. من المعلومة دي يا ولاد اقدر استخرج القاعدة اللي خدناها في الجبر، ان اقول أ ج على ب ج. أ ج على ب ج، مرجعش فاضي، يبقى 5 على 3. ودي معناها ايه؟ معناها الألف جيم جبلها 5 والب ج جبلها 3. عند الألف جيم يا ولاد أحط 5، وعند الب ج هنا أحط 3. ومن أرقام فيثاغورس المشهورة أقدر أجيب ألف ب على طول. ألف ب هيطلع ب4 سنتي. أعملها لكم بلون تاني وأعملها لكم برضو بالخطوات. تمام؟ يبقى دي كده هتطلع ب4 سنتي. طب نقول ازاي بالخطوات؟ طبعا يا ولاد هقول له هنا بما ان المثلث أ ب ج قائم الزاوية ب. بما ان المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب.
إذا طبعا ده يا ولاد ضلع عادي مش وتر، يبقى أقول له ألف ب تربيع يساوي مربع الوتر ده ناقص مربع الضلع، طبعا بربع واطرح، ادي ألف ج تربيع ناقص ب ج تربيع، يبقى معايا ألف ب تربيع يساوي، طبعا ألف ج تربيع يا ولاد، ألف ج هنا بخمسة، فخمسة تربيع ب25 ناقص ب ج يا ولاد بتلاتة تربيع ب9، فهيبقى 25 ناقص 9 يديني 16. من هنا يا ولاد أقدر أجيب الألف ب، جبت جذر الألف ب تربيع ألف ب، وال16 يا ولاد لما أجيب جذرها هتبقى 4 سنتي، كده جبت ألف ب ب4. تمام، جبتها لكم بالخطوات، ولكن الأرقام اللي هي أرقام فيثاغورس المشهورة 3 5 4 أو 3 4 5. تمام، نكمل يا ولاد. بيقول لي هو هنا عايز ظا ألف، ظا ألف. طب أنا كده يا ولاد أنا عندي إيه؟ أنا عندي إن أنا أقدر كده أجيب ظا ألف. هو الظا عبارة عن إيه؟ ظا ألف يا ولاد عبارة عن المقابل على المجاور، أدي ظا ألف. فين المقابل للألف؟ المقابل للألف اللي هو الب ج اللي هو ب3، والمجاور للألف اللي هو الألف ب اللي هو ب4، يبقى يا ولاد هيبقى 3 على 4. تمام، يبقى الاختيار رقم ج. وده يا ولاد كان السؤال الاول بالخطوات بامر الله، يا رب تكونوا فاهمين معايا. ادخل بعد كده يا ولاد على السؤال الثاني. السؤال الثاني فيه الف وب، هشتغل الاول على الف. بيقول لي يا ولاد اذا كانت النقطه ج ب4 وصاد هي نقطه منتصف الف ب، حيث الف بس و3 وب ب6 و5 اوجد قيمه س زائد صاد. طب الاول يا ولاد طبعا انا هجيب قيمه س، بعد كده اجيب قيمه صاد، بعد كده اجمعهم. خلي بالك ان هو بيقول لي ان الجيم هي منتصف الف ب. طب تعالى كده يا ولاد نرسم قطعه مستقيمه اسمها الف ب، ادي اهو، ادي يا ولاد القطعه ديت اسمها الف ب وجيم في النص. طبعا يا ولاد الالف جيم يساوي الجيم ب، لان هو قال لي في منتصف، قال لي الجيم منتصف الف ب. طبعا هو هنا مديني الالف بخمسة وثلاثة، ادي يا ولاد الالف بخمسة وثلاثة، الألف إذا كانت لا، الجيم بأربعة وصاد يا ولاد، الجيم هنا بأربعة وصاد، إنما الألف بسين وثلاثة، سين دي سين يا ولاد، سين وثلاثة. الب هنا أدي الب بستة وخمسة، الب بستة وخمسة. تمام كده. طيب قبل ما أبدأ أحل تعالى أراجع معاكم تاني يا ولاد. طبعا هو بيقول لي هنا ألف، بيقول لي جيم منتصف ألف ب، طبعا الجيم بأربعة وصاد، أدي الجيم بأربعة وصاد، وعندي الألف بسين وثلاثة، وعندي يا ولاد الب بستة وخمسة. طيب أنا هشتغل من نقطة المنتصف يا ولاد. طبعا أول حاجة هقول له هنا بما أن الجيم منتصف ألف ب، بما أن الجيم منتصف ألف ب، إذا هشيل الجيم وأحط مكانها نقطة المنتصف يساوي، وأعمل قوس كده يا ولاد. طبعا هنا مجموع السينات قانون المنتصف، مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. السينات يا ولاد يعني أجمع س زائد 6 على 2، وأجمع 3 زائد 5 على 2. طبعا يا ولاد معايا 4 وصاد زي ما هي، وهنزل س زائد 6 على 2، و3 زائد 5 8 على 2 فيها الأربعة. طبعا زوج بيساوي زوج، يبقى مسقط أول يساوي مسقط أول، ومسقط تاني يساوي مسقط تاني. المسقط الأول هنا 4، والمسقط الأول اللي هو س زائد 6 على 2، يبقى أقول له كده يا ولاد س زائد 6 على 2 أساويها بالأربعة. وادي المسقط التاني هنا صاد يساوي 4. دي خلصانة. دي يا ولاد كأنها على واحد طرفين وسطين، هضرب س زائد 6 في الواحد بس زائد 6، وأضرب 2 في الأربعة ب8. من هنا أقدر أجيب قيمة السين، أقول كام هنا يا ولاد؟ زائد 6 يديني 8 2. معرفتش أقول 8 ناقص 6 يساوي 2. جبت يا ولاد أنا قيمة السين ب2 وقيمة الصاد ب4. هو عايز في المسألة عايز س زائد صاد، أشيل السين وأحط الاتنين اللي جبتها زائد، وأشيل الصاد وأحط الأربعة، يبقى 2 زائد 4 يديني 6. يبقى س زائد صاد طلع بكام؟ طلع ب6. ده ألف. تعالى يا ولاد بعد كده نشتغل على الجزئية رقم ب.
بيقول لي هنا اثبت ان النقط أ ب5 و3 وب ب3 وسالب 2 وج بسالب 2 وسالب 4 هي رؤوس مثلث منفرج الزاوية ب. طبعا يا اولاد انا عشان اثبت ان المثلث ده قائم الزاوية او منفرج الزاوية او حد الزوايا، فانا طبعا هشتغل عن طريق البعد بالنقطتين. هجيب أ ب وهجيب ب ج وهجيب أ ج، وبعد كده ابدا اربع، واذا كان مربع الضلع الاكبر اكبر من مجموع مربعين الضلعين التانيين يبقى المثلث ده منفرج. لو كان مربع الضلع الاكبر بيساوي يبقى ده قائم، لو كان اصغر يبقى حد. فانا هنا المفترض ان هو لازم يكون مربع الضلع الاكبر، اكبر ضلع في الاضلاع اللي انا هجيبها دلوقتي لازم يكون اكبر من مجموع مربعين الضلعين التانيين. طب انا ما عنديش ولا ضلع جبته، فانا دلوقتي هجيب أ ب وهجيب ب ج وهجيب أ ج. تعالى كده مع بعضنا يا اولاد واحده واحده نجيب الثلاث اضلاع. ادي اهو، هجيب أ ب أ ب بيساوي، طبعا يا ولاد هنا مربع زائد مربع. ليه مربع زائد مربع؟ مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. وعشان ما تتلخبطش يا ولاد هنا الرقم الاول ده سينات والرقم الثاني صادات، وهنا برضو سينات وهنا صادات، وهنا برضو يا ولاد سينات عشان ما حدش يتلخبط، وهنا صادات. وانا شغال على الزوجين الاولانيين. طبعا هنا يا ولاد مربع فرق السينات يبقى ابدا بالسين هنا اقول 5 ناقص 3 كل تربيع زائد 3 ناقص سالب 2. سالبين لما يخبطوا ببعض يديني موجب. طبعا يا ولاد 5 ناقص 3 يديني 2، 2 تربيع ب4 زائد 3 و2 يديني 5، 5 تربيع ب25. يبقى لما اجي اجمعهم يا ولاد يديني 29 وحدة طول. ده كده أ ب طلع بكامل. أ ب طلع ب29 تحت جذر. اجي بعد كده يا ولاد اجيب ب ج. ب ج برضو احضر يا ولاد ادي مربع زائد مربع كله تحت الجذر. ادي ب ج، هبدأ من هنا يا ولاد مربع فرق السينات يبقى بقول 3 ناقص سالب 2، 3 ناقص سالب 2 يبقى تبقى زائد، وبعد كده اقول سالب 2 ناقص سالب 4 فهتبقى ايه؟ موجب، لان السلبين ورا بعض يديني موجب. 3 زائد 2 يديني 5، 5 تربيع يا ولاد ب25 زائد سالب 2 زائد 4 واحدة بالسالب واحدة بالموجب، اطرح واخد اشارة الكبير. 4 ناقص 2 2 تربيعها ب4، ولما اجمع 25 زائد 4 يديني 29 تحت الجذر التربيعي. يبقى اقول له يا ولاد 29 وحدة طول. انا كده جبت أ ب، جبت ب ج، هجيب اخر حاجة يا ولاد الالف ج. الالف ج يا ولاد ادي اهو مربع زائد مربع، ادي الالف وادي الجيم. مربع فرق السيناتيك بقول ايه يا ولاد؟ 5 ناقص سالب 2، 5 ناقص سالب 2 سالبين يخبطوا يديني موجب، زائد مربع فرق الصادات بقول 3 ناقص سالب 4، 3 ناقص سالب 4 سالبين يخبطوا يديني موجب. طب اعمل ايه بعد كده؟ ادي يا ولاد اهو 5 زائد 2 يديني 7، 7 تربيع ب49 زائد 3 زائد 4 يديني 7 برضو تربيع بيساوي 49. طبعا يا ولاد 49 و49 يديني 98 يبقى جذر 98 وحدة طول. تمام كده؟ طيب انا كده يا ولاد جبت أ ب، طلع الأ ب بجذر 29، جبت ب ج طلع بجذر 29، جبت أ ج طلع بجذر 98. طيب اعمل ايه بعد كده يا مستر؟ طبعا بجيب الضلع الكبير واربعه. فين اكبر ضلع؟ ال 29 ولا ال 98؟ طبعا ال 98. فطبعا اقول له بما ان أ ج تربيع، طبعا يا ولاد الجذر 98 لما تتضرب في نفسها مرتين تديني ما تحت الجذر اللي هي 98، واربع الضلعين التانيين واجمعهم يا ولاد. يعني اقول أ ب تربيع زائد ب ج تربيع اهو، أ ب تربيع زائد ب ج تربيع.
ألف ب تربيع، ما هو الألف ب بجذر 29، لما أضربه في نفسه مرتين برضه يديني 29، زائد ب ج تربيع، ما هو برضه هنا ب ج بجذر 29، لما أضربها في نفسه مرتين يا ولاد يديني ما تحت الجذر اللي هو 9 وإيه 29. تمام. طبعا هنا يا ولاد هجمع 9 زائد 9 يديني 18، 8 ومعايا الواحد، 2 وواحد 3 و2 5. طبعا يا ولاد هنا دي 98 اللي هو مربع الضلع الأكبر. تمام كده. ومجموع مربعين الضلعين التانيين طلع ب 58. من الواضح يا ولاد ان ال 98 اكبر من ال 58. طب اقولها له ازاي؟ اقول له بما ان الالف ج تربيع اللي هو مربع الضلع الاكبر طلع اكبر من مجموع مربعين الضلعين التانيين اللي هو الف ب تربيع زائد ب ج تربيع. اذا المثلث الف ب ج منفرج الزاويه في، طبعا يا ولاد هنا الحرف اللي ناقص هنا، طبعا هنا ألف ج يبقى الحرف اللي ناقص ب، يبقى ده منفرج الزاوية في ب. وطبعا هو السؤال بيقول لي يا ولاد اثبت انه هو مثلث منفرج الزاوية ب. بكده أنا أثبتت له إن المثلث ده بالفعل مثلث منفرج الزاوية. وده يا ولاد كان السؤال الثاني. أنتقل بعد كده إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث يا ولاد طبعا في عندي جزئيتين. الجزئيه الاولى يا ولاد بيقول لي في الشكل المقابل. تعال نشتغل على الشكل على طول يا ولاد. ادي الشكل اهو. طبعا يا ولاد الشكل ده اسمه الف ب ج د، والشكل ده طبعا شكل مستطيل. تمام كده. فمديني الف ب 5 سم، ومديني ب ج ب 12 سم، وعايز مني طول الف ج. طول الف ج يا ولاد اوجد طول الف ج. تعال نجيب طول الف ج الاول. طبعا يا ولاد هنا طبعا انا عندي المثلث الف ب ج، طبعا ده مثلث قائم الزاويه ب، فعلى طول الضلع اللي جبال الزاويه القايمه اللي هو الالف ج اللي هو اللي طالبه ده طبعا وتر. ولما اجي اجيب الوتر اربع الضلع ده وربع الضلع ده واجمعهم واجيب الجذر. طيب اقولها ازاي؟ تعالى كده نعملها مع بعض. انا كده شغال في السؤال الثالث الف. واحدة واحدة كده يا ولاد. أول حاجة هقوله بما أن المثلث ألف ب ج قائم الزاوية ب. يا ولاد بما أن المثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ب. تمام كده. هات لي ألف ج يلا. إذا أنا شغال على الشكل ده. إذا ألف ج تربيع يساوي ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. هو طالب ألف ج. كريمة هو طالب ألف ج. أنا مزوم على الشكل لأن أنت يعني الكلام ده كله أنا قريته على الشكل. هو عايز ألف ج. ألف ج ده وتر، فأقول ألف ج تربيع عبارة عن ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. أهو ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. يبقى أقول له ألف ج تربيع بيساوي ألف ب تربيع، يعني ألف ب هنا طبعا ب5 تربيع ب25 زائد ب ج ب12 تربيعه ب144. ولما اجي اجمع 25 و144 يديني 169. ده الالف ج تربيع يا ولاد. لكن انا محتاج اجيب الالف ج، فاجيب جذر ال 169 فهيطلع ب 13 سم. كده يا ولاد انا جبت الالف ج اللي هو طالبه. هو يا كريمه طالب هنا الف ج، فانا جبت ده كده ب 13 سم. طيب ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني يا ولاد، المطلوب الثاني طبعا انا هكتبه لكم. طالب بيقول لي هنا 5 ظا ألف ج د ناقص 13 جا زاوية د ألف ج. تعال أكتب لكم المطلوب برضو عشان خاطر يبقى قدامكم. ده المطلوب رقم 2. عايز مني 5 ظا زاوية ألف ج د ناقص 13 جا زاوية د ألف ج يساوي. تاني نراجعه كده. 5 ظا زاوية ألف ج د، أدي 5 ظا زاوية ألف ج د ناقص 13 جا د ألف ج د ألف ج. وخلينا هنا يا ولاد في الشكل. ركزوا معايا في الشكل يا ولاد. دلوقتي يا ولاد هو عايز مني 5 ظا
ألف جيم دال يعني معناها 5 في ظا ألف جيم دال. تعال نروح للزاوية ألف جيم دال. فين ألف جيم دال يا ولاد؟ ألف جيم دال اللي هي الزاوية دي. طب أنت بتكلمني عن ظا. طب أول حاجة ده مستطيل يا ولاد، كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول، يعني ألف ب ب5 سم يبقى الدال جيم برضه ب5 سم. الب جيم ب 12 سم يبقى الألف دال ده كله ب 12 سم. نرجع ليه ظا ألف جيم دال. الزاوية دي فين الظا بتاعها؟ أدي طبعا الظا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقابل على مجاور. طبعا هنا يا ولاد قائم الزاوية هنا، تمام؟ خلي بالكم ده وتر، انا عايز الظا مقابل على مجاور، يبقى ادي المقابل اللي هو ال 12 وادي المجاور يا ولاد اللي هو الخمسة. 12 على 5 يبقى اقول له كده 5 في 12 على 5 ناقص 13 في جاء زاوية د ألف جيم. فين زاوية د ألف جيم يا ولاد؟ ادي د ألف جيم اللي هي الزاوية دي. الجاء عبارة عن ايه؟ مقابل على وتر. المقابل يا ولاد اللي هو الدلجيم اللي هو الخمسة، والوتر اللي هو الألف جيم اللي هو 13، يبقى 5 على 13. 5 على 13. طبعا يا ولاد كده الخمسة دي تروح مع الخمسة دي أصبحت هنا 12 ناقص ال 13 تروح مع ال 13 يبقى هنا في 5. 12 ناقص 5 يا ولاد يديني 7، يبقى القيمة طلعت بكام يا ولاد؟ طلعت ب7. تمام كده؟ ده كان السؤال الثالث ألف. أدخل بعد كده يا ولاد على الفقرة رقم ب. بيقول لي هنا إذا كانت النقطة ألف ب3 وسالب 1 والنقطة ب ب5 و3. طبعا دي نقطة ألف ودي نقطة ب. طبعا دول بيقول لي اوجد معادلة محور تماثل ألف ب. أنا بس عايز أفهمك حاجة، يعني إيه محور تماثل بس عشان نعرف نشتغل. أنا لما يكون عندي قطعة يا ولاد ولتكن القطعة المستقيمة دي اسمها ألف ب، تمام كده؟ وعندي هنا نقطة الألف ب3 وسالب 1 وعندي نقطة الب ب5 و3. دي قطعة مستقيمة. القطعة المستقيمة دي يا ولاد ليها محور تماثل اسمه محور تماثل القطعة المستقيمة، اللي هو بينزل عليها عمودي من المنتصف، وليكن هو ده مثلا نسموه لام. طبعا ده محور التماثل. محور التماثل يا ولاد بيعمل حاجتين، بيكون عمودي وينصف، بيكون عمودي وينصف. طب هو عايز معادلة المحور دي، محور يا محور التماثل عايز المعادلة، يعني هو مش عايز معادلة ألف ب. طب من مديني ليه ألف ب؟ أقول لك ليه، عشان أنت بعد ما هتجيب ميل المستقيم ألف ب هتجيب الميل العمودي. تمام؟ ليه العمودي؟ لأن محور التماثل عمودي على القطعة المستقيمة. تمام؟ يبقى انا دلوقتي المعادله لازمني حاجتين، لازمني اجيب الميل ولازمني اجيب الجيم. هات لي الميل اجيبه ازاي؟ اجيبه عن طريق النقطتين اللي هو مديهم لي، وبعد ما اجيب الميل اجيب الميل العمودي عشان ده محور تماثل. طب تعالى كده يا اولاد نشوف هنحل ازاي. خلينا هنا يا اولاد كده في الشكل ده. خلاص كده اول حاجه انا هجيب ميل المستقيم الف ب، وبعد كده ابقى اجيب الميل العمودي. تمام كده؟ يبقى اقول لي يا اولاد ميل المستقيم الف ب. طبعا يا اولاد فرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات على فرق السينات. طبعا هنا يا اولاد دي س ودي برضو صاد، هنا برضو س صاد. فلما اجي اقول يا اولاد فرق الصادات على فرق السينات يبقى اقول 3، هبدأ من هنا 3 ناقص سالب 1 تبقى موجب لان سلبين، ماشي؟ على 5 ناقص 3، 5 ناقص 3. 3 و1 يديني 4، 5 ناقص 3 يديني 2، 4 على 2 يديني 2. ده الميل طلع ب2، بس مش هو ده اللي انا عايزه. هنا يا ولاد محور التماثل عمود على القطعه المستقيمه، وانا جبت ميل القطعه المستقيمه دي يبقى اجيب الميل العمودي. تمام؟ يبقى اقول له كده الميل العمودي بيساوي. الميل العمودي يا اولاد بقلب واغير الاشاره، يعني الاثنين دي كانها على واحد خليها 1 على 2 مع تغيير الاشاره هيبقى سالب نص. يبقى اكتب له كده يا اولاد المعادله بتاعتي هي اصلا كانت المعادله اسمها م س زائد ج. طب ما انا جبت الميم اللي هو الميل، هشيل الميل واحط مكانه سالب نص، هيبقى كده يا اولاد الصاد يساوي سالب نص س زائد ج. كده ناقصني الجيم يا ولاد. الجيم دي طبعا اجيبها ازاي؟ اجيبها من نقطة منتصف الف ب. اشمعنى نقطة المنتصف؟ لان المستقيم ده يا ولاد مر بنقطة المنتصف، مر بنقطة المنتصف. يبقى اقول له يا ولاد نقطة المنتصف
نقطة المنتصف أو نقطة منتصف ألف ب. طبعا يا ولاد منتصف ألف ب، قانون المنتصف ليه عندي قاعدة أو قانونه بيقول مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. السينات يعني أجمع السينات، أقول 3 زائد 5 على 2 أهو يا ولاد، 3 زائد 5 على 2. ومجموع الصادات على 2 سالب 1 زائد 3 سالب 1 زائد 3 على 2. تعال نكمل من هنا. يساوي طبعا يا ولاد 3 زائد 5 يديني 8، 8 على 2 يساوي 4. سالب 1 زائد 3، طبعا هنا يا ولاد جمع سالب وموجب، عددين واحد بالسالب واحد بالموجب، بطرح واخد اشارة الكبير، الكبير موجب فبقول 3 ناقص 1 يديني 2، و2 على 2 يديني 1. دي يا ولاد اللي هي الأربعة والواحد، دي نقطة منتصف، هي دي اللي هعوض بيها في المعادلة دي. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى اقول له بما ان المستقيم يمر بالنقطة دي، او بما ان المحور يمر بنقطة 4 و1، ومعنى ان هو بيمر ب4 و1 يا ولاد يعني انا كده اهو هشيل السين، دي معناها س ودي معناها صاد. هشيل السين واحط 4، وهشيل الصاد واحط 1 فين؟ في المعادلة دي. طب ما انا عندي صاد اهي، شيلها وحط 1 يساوي، هشيل السين اهي يا ولاد، ادي الصاد وادي السين، انا شلت الصاد وحطيت 1، وهشيل السين واحط 4، يعني سالب نص ديت كده، ادي سالب نص يا ولاد مضروبة في كام؟ في السين اللي هي ب4 زائد الجيم. تمام كده؟ طيب طبعا هنا يا ولاد ممكن ابسط على الاثنين فيها الواحد، 4 على الاثنين فيها الاثنين، فتصبح 1 يساوي طبعا سالب في موجب بسالب 2 زائد الجيم، هنودوا سالب 2 الناحية التانية بإشارة مخالفة هتبقى 2 ومعاها 1 اهو، يبقى 2 زائد 1 أو 1 زائد 2 هيديني 3. تمام. أنا كده يا ولاد معايا الميل سالب نص، ومعايا طول الجزء المقطوع اللي هو ب3، كده أقدر أكون له المعادلة. هتبقى المعادلة بتاعتي ادي اهو يا ولاد، صاد يساوي سالب نص س، سالب نص س زائد 3. وبكده يا ولاد يبقى انا جبت له معادلة محور التماثل. ده كان السؤال الرابع. السؤال الثالث، ادخل على السؤال الرابع. السؤال الرابع يا ولاد بيقول لي هنا ألف، بدون استخدام الآلة الحاسبة أو احسب قيمة المقدار جتا تربيع 60 زائد جتا تربيع 30 على جا 60 ظا 60. معنى كلمة بدون استخدام الآلة الحاسبة أنت ما تجيبهاش كلها على الآلة الحاسبة وكده تقول أنت حليت، لا أنت ممكن تستعين بواحدة واحدة على الآلة. تمام كده؟ طيب خلي بالك كده معايا يا ولاد، تعالى نكتب كده المقدار بالراحة ونشوف المقدار هنعمل فيه إيه. أول حاجة يا ولاد أنا هعمل شرطة كسر كده، وهكتب من فوق جتا 60. هي جتا 60 يا ولاد بكام؟ بنص. معرفتش أعملها بالآلة يبقى نص، ولكن تربيع، نص تربيع عشان هي تربيع، زائد جتا 30. هي جتا 30 بكام؟ جتا 30 بجذر 3 على 2، جذر 3 على 2 تربيع، ده البسط. ننزل تحت يا ولاد، جا 60، جا 60 بجذر 3 على 2، يبقى أشيل جا 60 وأحط مكانها جذر 3 على 2 في ظا 60، وظا 60 يا ولاد عندي بجذر إيه؟ بجذر 3. طبعا هنا يا ولاد النص لما أجي أربعه، 1 في الواحد بواحد، 2 في 2 ب4 هيبقى ربع، زائد جذر 3 لما أضربها في نفسها مرتين هيبقى 3، وطبعا يا ولاد الاتنين لما اضربها في نفسها مرتين هتبقى ب4، وتحت يا ولاد جذر 3 في جذر 3 ب3 على 2. طبعا البسط ده كله يا ولاد عبارة عن ربع زائد 3 ارباع فيديني 1 صحيح. شرطة الكسر دي خليها على كده، وادي 3 على 4. تمام. طبعا يا ولاد الواحد ده على 1، فهقلب المسألة دي لمسألة ضرب، فهنزل الواحد على 1 زي ما هو، واقلب العلى فيه، وبدل ما 3 على 4 يا ولاد خليها 4 على 3، خليها 4
على 3. تمام. طيب هضرب يا ولاد 1 في الأربعة ب4، و1 في التلاتة ب3. طب نراجع المسألة تاني يا ولاد، نراجع المسألة تاني. هو يا ولاد هنا بيقول لي جتا 60، طبعا جتا 60 بنص يبقى نص تربيع، زائد جتا 30، 30 بجذر 3 على 2 تربيع، على جا 60. طبعا جا 60 يا ولاد بجذر 3 على 2، جذر 3 على 2 في ظا 60 بجذر 3. تمام. طيب البسط يا ولاد طبعا هنا 1 في الواحد بواحد، و2 تربيع ب4، زائد دي جذر 3 تربيع ب3، و2 تربيع ب4، على جذر 3 على 2. دي طبعا كأنها يا ولاد على واحد، فأنا هضرب جذر 3 في جذر 3 ب3، و2 في الواحد ب2 يبقى 3 على 2، اهي 3 على 2. تمام. طيب دي أصلا يا ولاد الربع زائد 3 ارباع يديني 1، وفوق طبعا 3 على 2. أنا خليتها يا ولاد 1 على اللي هي على دي 3 على 2، دي 2 يا ولاد. فانا نزلت الواحد قلبت العلى فيه، بدل ما 3 على 2 يا ولاد خليتها 2 على 3. طبعا يا ولاد هنا هضرب بسط ببسط ومقام في مقام، 1 في الاثنين ب2، و1 في الثلاثة ب3، يبقى قيمة المقدار دي يا ولاد طلعت ب2 على 3. طيب اخد بعد كده المسألة اللي بعديها. بيقول لي يا ولاد اذا كانت معادلة الخطين المستقيمين لم واحد ولم اتنين، وهما ادي المعادلة الأولى، معادلة المستقيم الأول لم واحد 6 س زائد ك ص ناقص 3 يساوي 0، ومعادلة المستقيم الثاني 3 ص يساوي 2 س زائد س على الترتيب. اوجد قيمة ك في حالة المستقيمين لما يكونوا متوازيين، وفي حالة المستقيمين لما يكونوا متعامدين. طبعا يا ولاد في حالة التوازي أو في حالة التعامد أنا لازم أول حاجة أجيب ميل المستقيم الأول، ميل المستقيم الأول، وبعد كده يا ولاد أجيب ميل المستقيم الثاني. الأولاني يا ولاد طبعا هنا ميله عشان السين والصاد في طرف، فبقول سالب معامل س على معامل صاد، يعني بقول سالب 6 على معامل صاد اللي هو الكاف. من المستقيم الثاني يا ولاد طبعا هنا عشان الصاد في طرف والسين في طرف هقول معامل س على معامل صاد، فهنا السين المعامل بتاعها ب2، وهنا الصاد ب3. تمام. طيب طبعا يا ولاد هنا في حالة التوازي في حالة التوازي ان المستقيمان متوازيان هساوي الميلين ببعض، اقول له ميم واحد يساوي ميم اتنين. ميم واحد يا ولاد طبعا سالب 6 على كاف يساوي ميل التاني اللي هو 2 على 3. اجيب الكاف يا ولاد طبعا اللي قدام الكاف بتنزل تحت، واضرب سالب 6 في 3 على 2. تمام. طبعا هنا يا ولاد سالب 18 على 2 فيها سالب 9، يبقى قيمة الكاف طلعت بسالب 9 في حالة ايه؟ في حالة التوازي. طيب تعالى كده نشوفوها يا ولاد في حالة التعامد. تمام. طبعا في حالة التعامد يا ولاد طبعا هتبقى كده اهو، المستقيمان متعامدان. طبعا هنا يا ولاد ميل الأول في ميل التاني بيديني سالب 1. تمام كده. طيب ممكن انا احلها بطريقه اسهل شويه، احلها بطريقه اسهل. خلينا هنا يا ولاد دايما وابدا يا ولاد لما يكونوا متعامدين خد الميل اللي هو ده بالموجب وثبته، خليه زي ما هو، خليه زي ايه ما هو، يساوي. واجي هنا اقلب ده وغير الاشاره، يعني بدل ما 6 على كاف خليها كاف على 6، والسالب غيرها تبقى موجب. تمام. عملت ايه يا مستر؟ ثبتت الموجب وغيرت التاني وغيرت الاشاره. خلاص انت عايز قيمه كاف، اقول له حاضر. قيمه كاف يا ولاد اللي قدام الكاف بتنزل تحت، واضرب 2 في 6 ب 12، و12 على التلاتة فيها الاربعه، يبقى قيمه كاف بتساوي 4. طبعا يا ولاد اخر سؤال عشان انا طولت عليكم في الفيديو ده، اخر سؤال يا ولاد في جزئيتين. الف السؤال الخامس بيقول لي اوجد معادله الخط المستقيم المار بالنقطه. اللي مر بالنقطه يا ولاد ده معناها عشان خاطر ايه؟ ده الجيم اللي هعوض عليه، ويكون موازيا للمستقيم الذي معادلته س زائد 2 ص ناقص 4. طبعا هنا مديني معادله يا ولاد، اي معادله طبعا انا عشان اجيب المعادله الخط المستقيم ناقصني الميل وطول الجزء المقطوع. الميل مدي لي معادله سالب معامل س على معامل ص، يبقى اقول له الميل بيساوي سالب معامل س يعني سالب 1 على معامل ص ب2.
كده يا ولاد المعادلة بتاعتي أصبحت اسمها سالب نص س زائد ج. تمام؟ يبقى المعادلة سالب نص س زائد ايه؟ زائد ج. أعوض هنا يا ولاد من النقطة دي، أعوض هنا عشان أجيب طول الجزء المقطوع من محور الصادات. تمام؟ هشيل س وأحط واحد، وأشيل صاد وأحط أربعة، أهي صاد أحط أربعة، فأنا هقول يا ولاد سالب نص في السين بواحد زائد الجيم. تمام كده؟ طيب يعني كده معناها يا ولاد سالب واحد في واحد بسالب نص زائد ج. كده الجيم يا ولاد هودي سالب نص الناحية التانية بإشارة مخالفة، هتبقى أربعة زائد نص يديني أربعة ونص. وأبدأ أكتب المعادلة يا ولاد، اللي هي المعادلة اللي هي أصلا كانت م س زائد ج، وأنا الميل جبته سالب نص، أنا بكتبها تاني عشان تفهموا، زائد الجيم اللي هو الأربعة ونص. وكده يا ولاد يبقى أنا خلصت السؤال الرابع ألف، ومع آخر نقطة اللي هو النقطة رقم ب. بيقول لي يا ولاد هنا ألف ب ج د مربع، ألف ب ج د مربع. طبعا أنا هرسم له ألف ب ج د مربع. مديني يا ولاد الألف باتنين وأربعة، أدي الألف باتنين وأربعة، والب بسالب تلاتة وصفر. أهو يا ولاد الب بسالب تلاتة وصفر، والجيم مدهاني بسالب سبعة وخمسة، أدي سالب سبعة وخمسة. وبيقول لي هنا يا ولاد أوجد إحداثيي نقطة د اللي أنا معرفهاش، طبعا أنا هفرضها له بسين وصاد، وعايز المساحة. كده خلينا هنا يا ولاد، طبعا هو عايز نقطة د. أول حاجة يا ولاد طبعا المربع، بيقول لي إن الألف ب ج د ده مربع. طبعا المربع يا ولاد القطران اللي في المربع بينصف كل منهما الآخر، يعني القطر ده يا ولاد والقطر ده هما الاتنين بينصف كل منهما الآخر. تمام؟ طيب أنا يا ولاد ممكن أجيب أول حاجة، أجيب منتصف ألف جيم، أجيب منتصف ألف جيم، وبعد كده أجيب منتصف ب د وأسويهم ببعض يا ولاد، أجيب منتصف ألف جيم وأجيب منتصف ب د. تمام؟ يعني ممكن أقولها في خطوة واحدة، أقول له بما أن ألف ب جيم د مربع قطراه ينصف كلا منهما الآخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني منتصف ألف جيم، نقطة منتصف ألف جيم يساوي نقطة منتصف ب د، يساوي منتصف ب د. هذا هو يا ولاد. طبعا نقطة المنتصف مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. ألف جيم يبقى أقول 2 ناقص 7 بنفس الإشارة، 2 ناقص 7 على 2، و4 زائد 5 على 2. تمام كده؟ طيب تعال نشوف نقطة المنتصف اللي هي ب د. طبعا يا ولاد مجموع السينات على 2، أقول سالب 3 زائد س على 2، وممكن أقول س ناقص 3 على 2. تمام؟ وصاد زائد صفر على 2، يعني صاد على 2. طبعا هنا يا ولاد 2 ناقص 7 يديني سالب 5 على 2، و4 و5 9، 9 على 2 يساوي س ناقص 3 على 2 وصاد على 2. كده يا ولاد احل الحل العادي اللي انا عارفه. طبعا زوج بيساوي زوج، مسقط اول يساوي مسقط اول، ومسقط تاني يساوي مسقط تاني. اول يساوي اول، يعني معنى كده اقول س ناقص 3 على 2 اسويها يا ولاد بسالب 5 على 2. تمام كده؟ سويت السين ناقص 3 على 2 يساوي سالب 5 على 2، واساوي الصاد على 2 بيساوي 9 على 2. واحدة واحدة كده يا ولاد، مش المقام 2 وهنا المقام 2 خلاص شبه بعض، يبقى خلينا في الأساوي البسط يا ولاد. يبقى س ناقص 3 بيساوي سالب 5. أقدر أجيب السين من هنا، أقول سالب 5 زائد 3 يديني سالب 2. وهنا يا ولاد برضو المقامات شبه بعض، يبقى اساوي البسط بالبسط، يبقى اقول له الصاد بيساوي 9. يعني معنى كده ان نقطة الدال اللي انا جبتها بسالب 2 و9. وبكده يا ولاد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. طبعا نحن مستمرين ان شاء الله يا ولاد معاكم لغاية إن شاء الله يوم 15/1، وبعد كده نبدأ نراجع ليلة الامتحان لما يصدر قرار الوزير بمواعيد الامتحانات. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.